واش الحكومة أخيرا غتستجب لمطالب الشعب وتلغي الساعة الإضافية بعد ما فاتوا التوقيعات 20,000 ولا غتبقى تابعة لفرنسا؟ وعلاش أصلا هاد الساعة الإضافية مفروضة علينا من غير ديك التخربيقة الباسلة والكذبة ديال الاقتصاد في استهلاك الطاقة؟ ككل عام في هاد الوقيته ملي كيسالي رمضان ويخرج العيد كيرجع نفس الكابوس. المغاربه كيغوتوا باش تحيد هاد الساعه المشؤومه والحكومه ساده ودنيها وما كاينش اللي كيتسوق، لكن هاد المره القضيه حماضت بزاف. الشعب ما بقاش غير كيتشكى في القهوه ومواقع التواصل، بل ناض عريضه الكترونيه وصلت اكثر من 20,000 توقيع عفوي في ظرف قياسي. غريبه عباد الله. المواطن اليوم في هذه البلاد هو اللي كيطالب بتنفيذ القانون باش نرجعوا للساعه الطبيعيه، حيت هذه الساعه مفروضه علينا ماشي قانونيه وماشي بيولوجيه وماشي صحيه نهائيا. هاد الزياده هلكت لينا وليداتنا اللي كيخرجوا للمدرسه في الظلام والبرد بحال غاديين يحاربوا، وخلق اضطرابات وضغوطات خطيره في حياتنا كاملين. هادشي راه اثر بشكل مباشر على نفسيه المواطن، على دماغه حتى على المعده والمصارم ديالو، حيت الساعه البيولوجيه ديال الجسم تخربقات تماما. الناس كتقول الحكومه بصوت عالي راه هادشي ضروره ملحه ماشي رغبه اعتباطيه ولا نفسيه ولا فشوش، راه عامل زمان في هاد الحاله ما كيختلفش نهائيا على العوامل الاساسيه الاخرى ديال الحياه بحال الصحه والاكل والشرب. الزمن هو الساس ديال التوازن. وباش غتجاوبنا حكومه اخنوش على هادشي كامل؟ الصمت التام. الحكومه عاطيه النخال والمواطن كيغوت، والسيد رئيس الحكومه داير راسو ما سامعش كاع. ياك الدوله عندها اقليم جغرافي وحدود كتكون اساسا من المواطنين اللي هما كيوضعوا المؤسسات والجيش وكيحدوا مفهوم السياده. هاد المواطنين سيدي ما باغينش هاد الساعه، وانتم وضعوكم هاد المواطنين تما باش تخدموهم وتدرسوا احوالهم وتسهلوا عليهم حياتهم. على الاقل وباضعاف الايمان خاصكم ديروا غير استطلاعات للراي العام وتشوفوا شكون اللي باغي هاد الساعه وشكون اللي ما باغيهاش، ولكن نتوما عارفين النتيجه مسبقا. اذا علاش هاد الاصرار العجيب وعلاش هاد العذاب كامل؟ الجواب يا ساده وراء البحر. الجواب ماشي هو الاقتصاد في الطاقه كما كيضحكوا علينا سنين هادي. ديك التخربيقه سالات الصلاحيه ديالها وما بقاتش كتدخل حتى للدري الصغير. السبب الحقيقي والسر اللي مخبي ورا هادشي هو التناغم مع التوقيت الاوروبي وتحديدا لاله فرنسا. الشركات الفرنسيه الكبرى والشركاء التجاريين ديالهم كيعتبروا المغرب هو البوابه الاقتصاديه ديال افريقيا، وباش الخدمه تجيهم سهله والاجتماعات والصفقات الدوليه وحتى المعاملات البنكيه تدوز مسرحه وما تكونش حتى شي فجوه زمنيه اللي تعرقل لهم البيع، خاص التوقيت ديالنا يكون غادي لاصق مع التوقيت ديالهم. يعني باختصار شديد ومؤلم، الشركات ديال فرنسا هما الاولويه، وحنا كمغاربه مجرد جزء مكمل لهذه المنظومه الاقتصاديه. حنا اللي خصنا نزيدوا ساعه من عمرنا ومن صحه ولادنا ونتكرفسوا باش هما يخدموا مرتاحين، بلاص ما هما اللي ينقصوا ساعه باش نتقادوا. هادشي كيبين بلي المصالح الاقتصاديه والسياسيه لفرنسا واوروبا كتجي دائما في المقام الاول، بينما المواطن المغربي هو الحيط القصير اللي كيخلص الثمن من صحته وسلامته النفسيه. واش هذا القرار كيمثل فعلا مصالح الشعب المغربي ولا هو انعكاس واضح للتبعية الاقتصادية والسياسية؟ واش غنبقاو ديما حقل تجارب هاد القرارات اللي كتضر في المواطن البسيط؟ خليو لي آراءكم في التعليقات لتحت. واش نتوما مع ابقاء هاد الساعة ولا مع الالغاء ديالها فورا؟ كنتم مع تحليل قناة انسكوبيكس، نتلاقاو في فيديو جديد.